ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم يا صبايا، شلونكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اول شي خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعرف طولت الغيبة عليكم، بس والله يعني لظرف صحي طولت الغيبة. بإذن الله بخلال الفيديو بحكي لكم الشي اللي صار معي وهالموقف اللي صار معي. الله لا هيك يبقى يعيدها يا رب، والله هيك يشفي كل مريض. اي والله، فبحكي لكم بخلال الفيديو الشي اللي صار. هون مثل ما شايفين يا صبايا كنت عم بجهز القهوة نشربها، زكريا دا ينزل على الشغل. يمكن أنا ما خبرتكم، ما بعرف من كتر الفيديوهات والله ما بنسى يعني. فالحمد لله زكريا نزل على الشغل اشتغل. بالنسبة للي عم بسألني إيش بشتغل، بشتغل بنجارة الموبيليا. فالحمد لله لقى شركة واشتغل فيها. بشتغل مطابخ، بشتغل غرف نوم، حتى تصليحات. يعني أنا زكريا منزل العدة معه كلها، يعني عدة التصليح كلها منزلها معه. فالحمد لله رب العالمين، يعني هيك عم نمشي أمورنا. هون مثل ما شايفين يا صبايا قلت بنشرب القهوة وبروح هو على الشغل وأنا بقوم على شغل بيتي. هلأ مثل ما شايفين هون كتير حبيت هالمسلسل. عندي صديقتي بتشتغل فيه معالجة نصوص درامية، فاقترحت علي اسمه. هلأ بالعادة أنا بحكم هيك يعني عندي ولاد وشفتوا شغل البيت ما بخلص، فما قليل لا أتابع مسلسلات. فوالله بتقلي اسمه، حطيت اتفرجت عليه وحلقة ورا حلقة صرت يعني أتابعه، شدني المسلسل بالفعل. يعني مسلسل كتير حلو. والأحلى من هيك إنه هي صديقتي عم بتقلي إنه مرشحينه لجائزة جوي أوورد. فقالت لي إنه هو والمخرج تبعه، المخرج تبعه اسمه مؤمن الملا. فقلت له والله رح أحطه أصوت، لأني شدني يعني المسلسل كتير حلو. تابعته للأخير وحبيت هيك أقترح عليكم. يعني بالنسبة هيك لآخر فترة شفته يعني كتير قليل حتى نقدر نحضر مسلسلات مع أولادنا. فبحكم هذا المسلسل بالفعل يعني مسلسل مشد ومسلسل حلو كتير، والطفل اللي فيه بغرف القلب ما شاء الله تبارك الله، شقد موهوب بتحسه. فقلت لحالي، قلت له والله لا أصوت ولا أقول للمتابعين، بما أنه مسلسل يعني سوري ومرشح للجائزة، رح أقول للصبايا إنه يصوتوا معي. رح أحط لكم رابط التصويت بصندوق الوصف. فبتحطوا بتنزلوا البرنامج رأسا بنزل معكم بتصوتوا بالتصويت لهذا المسلسل. بالمسلسلات المشرقية محطوط بفئة المسلسلات المشرقية، وبتطلعوا على المخرجين. المخرج مأمون الملا. فاللي بحب يصوت، أنا صوتت مو بس لأنه عن جد صديقتي إنه مشتغلة بهذا العمل، لأنه عن جد بيستاهل هالعمل إنه يتصوت له. يعني بما إنه مسلسل سوري ومرشح فأنا حبيت أصوت له. فبتمنى من كل الصبايا اللي بتحبني هيك تصوت معي حتى نشوف فرق إن شاء الله هيك يعني بينجح. هلا هو مرشحينه يعني لجائزة جوي أورد بالسعودية. فإن شاء الله يا رب هيك يربح، مو بس مشان رفيقتي تفرح، لأنه عن جد بيستحق. يعني المسلسل حلو والممثلين منى واصف، عبد المنعم عميري، أمل عرفة، الطفل يعني الطفل إذا بتتابعوا المسلسل بغرف القلب، كتير حلو الطفل. فمثل ما شايفين يا جماعة أنا صوتت. واللي بحب يصوت رح أحط لكم رابط بصندوق الوصف وبأول تعليق مثبت عشان تدخلوا. بس تدخلوا عليه، يعني بتحطوا على الرابط إذا كان تليفونكم أندرويد أو آيفون، بتحطوا مثلا بنزل البرنامج، بتدخلوا على المسلسلات المشرقية وبتصوتوا له. اسمه أغمض عينيك حتى تراني. هلأ هون مثل ما شايفين يا جماعة الجو ما أحلاه ما أحلاه، الله يبعث الخير يا رب. هلأ مثل ما شايفين يا جماعة كان عندي هيك من قبل بليلة كانوا سهرانين عندي أمي وأبوي. والله عم نسهر هيك، يعني شفتوا ليلة الشتاء طويل كتير، فعم نسهر هيك لليل، عم بسهروا عندي والحمد لله رب العالمين. عم نشغل الصبة، هي صبة الغاز. الحمد لله مو الغرفة عندي صغيرة. والله الحمد لله عم تدفى.
فوالله عم نشغل هالصوبة ومنحط هالبزريات والقهوة والمتة وهالقصص. وبنسهر سوا. يعني لو ما صورت السهرة، لأني عن جد أيام واحد مثلا وقت بحط الكاميرا دا يصور مثل هلأ أبوي بحس إنه بحجز حريته وقت اللي هيك بدي أصور مقطع، فلهيك ما بصور. عرفتوا علي؟ فأغلب أيامنا والله سهراتنا هيك سوا. والله ومثل ما شايفين كان طالع عندي هيك جليات عفتن لأنه سهرنا كتير يعني، وكان عندي شغل تاني نهار لحالي يلا بفيق تاني نهار بلملم المطبخ. والشي اللي صار معي قبل بليلة، كنت باركي أنا وزكريا سهرانين شي الساعة تقريبا 12 بالليل، ما أشوف كان زكريا يعني ملتهي بتليفونه وأنا كنت عم بمنتج الفيديو. حسيت هيك اجتني نخزة، يعني نخزة هيك على قلبي. فوالله ما قدرت يعني، لا حتى حسنت أحكي إنه أقوله لزكريا إنه فيني شي، وما بقى يعني سكتت، بس يعني شلفت من إيدي التليفون وسكتت وحطيت إيدي على قلبي. فشوي زكريا ما في يعني يمكن دقيقة حس علي وأنا هون يعني نفس ما بحسن أخذ نفس كامل أبدا، يعني عم باخذ نص نفس والنص التاني النفس وقت بدي أكمل، كل ما بدي أكمل تجيني نغزة على قلبي، ما أحسن أكمل النفس. والله يعني تقريبا شي 4 دقايق يعني اللي حاولي هيك يمسك لي هيك كتافي إنه بركي إنه يعني هيك النفس إنه بحسن أخذ نفس كامل، أشره إنه ما بحسن أخذ نفس أبدا. فأخذني وأسعفني على المشفى ودق لأهلي، يعني راحت أمي وأبوي معنا. خططوا لي القلب، الحمد لله القلب ما في شيء، بس أنا من تقريبا من 12 سنة نفس هالحالة اجتني، وكمان رحت إسعاف على المشفى فقالوا لي إنه معي روماتيزم على غطى القلب، يعني مثل كتلة على غطى القلب. فقالوا لي نهارا إنه الوضعيات اللي ما أعمله. فالحمد لله رب العالمين طبت، يعني مو إنه هو هذا الروماتيزم قال ما بطيب أبدا ولا له علاج، هيك يعني خلقة أنا هيك يعني معي هذا المرض. بس قالوا لي إنه مثلا بين شباكين هوا، يعني عم بيلفح بين شباكين ما تبركي. بس هالمرة هاي يعني الحمد لله ما في هوا، ماني باركي إنه بين شباكين، بس إيش السبب إنه رجعت اجتني هاي الحالة ما عرفت. فقالوا لي بالمشفى إنه هذا تشنج، يعني يا أما حرة إنه محرورة. هلا أنا للأمانة إنه جتني حرة وأنا باركة في بيتي، يعني من ناس غرب انحريت وحزقت هيك بقلبي. فيمكن هي الكبتة اللي حزقتها، هيك الحزقة اللي حزقتها يمكن هي هذا السبب، ما بعرف يعني الله أعلم. والحمد لله أعطوني دواء يعني مشان التشنج وهيك يعني، وقالوا لي على وضعيات إنه مثلا إنه أعمله. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الشيء اللي هيك خلاني أغيب عنكم هالفترة هاي. وهي المشفى اللي رحنا عليها مشفى ابن رشد، عن جد المشفى كتير كويسة الحمد لله رب العالمين، والمعاملة كتير حلوة وفهايم، يعني تحسوا فهايم، يعني فهموا حالتي إيش هي، عرفتوا. والله فهذا السبب اللي كنت غايبة عنكم هيك مشانه. والحمد لله رب العالمين صحيت وهيك قمت رجعت هيك على البيت. والله هيك يا رب لا يضرنا ولا يمرضنا يا رب، لا نحن ولا أولادنا، يعني شفتوا ورانا مسؤولية وعيلة وأولاد، فيا رب هيك إن شاء الله كل ست بيت الله هيك يشفيها، هيك كل حدا كل صبية مرضانة الله يشفيها يا رب، لأنه عن جد صعبة كتير هيك البركة. هلأ هون مثل ما شايفين يا صبايا جيت عندي باذنجان ميبس تقريبا شي 20 باذنجانة يعني، وعندي هون شي كيلو يبرق، نقعت رز وغسلته وقلت بدي أساوي يالنجي، كتير مشتهيين عليه أنا وزكريا والولاد، كتير مشتهيين عليه. فقلت بدي أساويه اليوم. هون مثل ما شايفين غسلت الرز هيك حطيته على جنب وبلشت أفرم الخضرة بعد ما غسلتها. حطيت هذا عرقين مو عرقين إيش بيقولوا له، قرنين فليفلة خضرة، وحطيت بصلتين هيك فرمتهم ناعم. وهون هذا البقدونس كنت نقعته بمي وخل. بعد هيك ما نقعته بلشت هيك أغسله غسلة منيحة، ومثل ما شايفين بلشت أفرمه. الباقة بقدونس كاملة بحطها لليالنجي، أنا بحب يعني أكتر له الخضرة بقلبه. هلا هيك كلها مثل ما شايفين بفرمها فرم ناعم وبحطها فوق الرز. هلا أول شغلة بعملها أنا مشان يعني ما أخربط بالنسبة لليالنجي، أول شغلة بفرم خضرته، وبعدين بحط البهارات، وآخر شي بحط الصوصات مع الدبس بندورة والدبس فليفلة.
هون للتبلة بحط معلقتين نعناع مثل ما شايفين، معلقة ملح معرمة، وهون بحط كمان رشة فلفل أسود مشان يعطي شوية صغيرة حدودية، وهون فليفلة. هلا عندي الفليفلة الحمراء اليابسة مي حدة حطيت معلقة، وهون حطيت مثل ما شايفين 5 معالق ليمون، وهون إذا ما عندكم عصير ليمون حطوا ليمونة، يعني ليمونة كاملة أو ليمونة ونص. حطيت تقريبا كاسة شاي دبس رمان، وهون حطيت تقريبا كمان كاسة نص كاسة مي زيت نباتي. هلا أنا بحب الزيت نباتي بقلبه، يعني مجربته كذا مرة. بقولكم إنه هالشغلة في ناس بتحط زيت حلو، فالناس أذواق. أنا بحس بس حطيت زيت حلو بقلبه عطى حدادية ومرار يعني، فالزيت النباتي بحسه أخف. هلأ هون مثل ما شايفين حطيت دبس فليفلة ودبس بندورة، وبلشت بقى هيك كله تبلته هيك تبلة كويسة، يعني هيك مثل ما شايفين خلطته مع بعضه، وجبت الباذنجان وبلشت هيك أحشي. هلا هذا الباذنجان ميبس، درت على فليفلة ميبسة ما لقيت، سألت يعني إنه بتيبسوا فليفلة ميبسة، شفتوا لما كنت بتركيا أحشي فليفلة ميبسة، فقال هون بسوريا الفليفلة بتجي عنا رقيقة، يعني بس هيك يعني يبسناها بتهتري بالطبخ، بتهتري مو مثل الفليفلة التركية. ايه فوالله ما في عنا فليفلة ميبسة، مع انه كتير بحبها، انا كتير بحبها وبشتهي عليها من كل قلبي مع اليالنجي. هلا مثل ما شايفين بلشت هيك كلهم احشيهم. بدي احشي اول شي، هلا انا بحب احط هاي المصفي الصينية مصفي بارض الطنجرة مثل كأنه تقلي، يعني مشان ما تعلق الباذنجان او اليبرقاي بارض الطنجرة. بحطها وبقلبها هيك على قفاها، وبعدين بصفوا الباذنجان او اليالنجي او هيك. هلا اذا ما عندكم منها حطوا وراق عنب بأرض الطنجرة، ورق العنب هو حطوه بأرض الطنجرة، افتحوه حطوه كمان بتصير يعني. هلا مثل ما شايفين حشيت اول شي الباذنجانات طبقتهم، هلا كمان بلشت هيك الف اليبرق. وهذا اليبرق جبته نوعه فرنسي، بيستوي رأسا، يعني كتير طيب، على أطيب من البلدي. نحن عنا هون البلدي يعني بده فترة طويلة ليستوي، فالفرنسي ما بده فترة، تقريبا ساعتين خالص بطفوا تحته. هلأ هون مثل ما شايفين بلشت هيك كلهم يعني وحدة ورا وحدة، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا بحس إنه بالنسبة للف اليالنجي إيدي كتير سريعة، يعني الكيلو بطول معي 1.5 ساعة لفه بكون خالصة كيلو الرز. اليبرق بطول فيه، يعني اليبرق شفتوا هديك المرة بالعيد لما عملناه أنا وأمي، بطيئة باليبرق، لف اليبرق كتير بطيئة فيه. اليالنجي بحس هيك بأنجز يعني بوقت أسرع، مدري لأني الحشوة بتبقى أكتر، يعني شفتوا لازم اليالنجية تكون هيك سميكة. وإن شاء الله صبايا مثل ما شفتوا على المنتدى قلت لكم إنه فيديو الجاي رح يكون فيديو الأسئلة والأجوبة، فوالله ما صح لي. أنا هون كنت مصورة، قلت لكم يعني مرضانة، فمصورة هذا الفيديو قلت بنزل لكم إياه، وإن شاء الله بإذن الله هلأ اليوم رح ينزلكم هذا الفيديو يوم الثلاثاء، الخميس بإذن الله رح ينزل فيديو الأسئلة والأجوبة. رح هيك أصور إن شاء الله فنجان قهوة ونحطه ونبرك هيك، وإذا كنت عم بصور بالليل رح أخلي زكريا هو يجاوبكم على الأسئلة اللي سألتوه إياها بالنسبة للندم وهالقصص. هلأ الصراحة أنا بيني وبينكم يعني بعد ما زكريا نزل على الشغل حسيت إنه في شوية ندم ندم بخصوص مو إنه بالعكس إنه مبسوط يعني بين عائلته وهيك، بس الندم شوي إنه بالنسبة للأجور هون يعني كتير بتختلف عن أجور برا، عرفتوا؟ فهذا الشيء اللي هيك يعني حاسة عليه ندمان. بس إذا دا أجي أقول له ندمان يعني رح أخلي هو يحكي لكم، أنا الصراحة ما سألته، بس أنا قلبي محسسني إنه ندمان بخصوص النزلة. رح أشوف إن شاء الله بالفيديو الجاي إذا حسنت هيك أصور المسا بعد ما ينصرف، رح أخلي هيك يعني أشارك معكم إنه رأيه. وبالنسبة للناس اللي عم تسألني إنه خلي يقولنا يعني نحن عم نفكر ننزل، هلأ أنا بصراحة يعني أنا رأيي أنا يعني هلأ إن شاء الله بخلي هو يحكي لكم، بس أنا برأيي اللي وضعه تمام وما عرف شيء عليه وخلص، يعني إنه شفتوا الوضع هلأ هديان يعني، فلا تنزلوا إذا ما في شغلة يعني تشتغلوها. تنزلوا تشتغلوا عند العالم صعب كتير، يعني عن جد صعبة وأجور قليلة وما رح تكفي. فاللي مأمن يعني ينزل يفتح مشروع بقالكم انزلوا
وأكيد يعني كمان لازم يتأمن البيت، عرفتوا؟ فاللي مأمن من هذا الناحية يعني بالنسبة لهون صبايا المعيشة بسوريا، يعني اللي لاحظناه من بعد ما عملنا التحدي أنا وأخواتي، المعيشة بسوريا أغلى من تركيا، أغلى يعني أغلى بكتير، وفي كتير شغلات يعني كماليات الحياة كمان أغلى، عرفتوا؟ فكل شي صعب. فأنا بقولكن يعني اللي مأمن بيت ومأمن شغل ينزل يفتح شغل لحسابه ينزل، بس اللي ما مأمن نصيحتي لا تنزلوا. يعني هي أنا بقولكن لا تتورطوا، يعني إنه هيك لأني تنزلوا بس إنه مشتاقين تنزلوا لأهاليتكم وهيك، معلش الشوق مثل ما بقولوا بفض بالتليفون، تحكوا مع أهاليتكم هيك، بس إذا تنزلوا ووضعكم مو مأمن وشغل ما في وبيت ما في، فنصيحتي أنا لا. فأنا بشوف إن شاء الله بالفيديو الجاي زكريا إيش رح يقلكن. الصراحة ما سألته، قلت لكم يعني بس أنا هيك قلبي محسسني إنه ندم بخصوص يعني بس إنه الشغل، عرفتوا؟ فهذا الشي هيك يعني اللي حبيت أخبركم إياه. هلا هون حطيت علقت على اليالنجي مثل ما شايفين، وجيت بقى أفتح حديد أختي رهوفة إجت لعندي كمان المسوية مع أهلي. إجت شربت قهوة وراحت، والصراحة يعني حتى رحت لعندها من بعد ما إجت لعندي ورحت لعندها وصورت لكم مقطع عندها ونسيت أحطه هون بهذا الفيديو. أي والله، فإجت شربت قهوة وجبت لي الهدية معها. وقلت لكم يعني دائما بس عم ننجمع هيك عيلة كبيرة، مثلا أختي وأهلي وهيك، عن جد عبلتهي وشفتوا يعني نقوم ونبرك وهيك، فعن جد عبلتهي ما عم بصور، هيك صاير فيني. والأحرى من هيك هي إجت يعني تشق علي، لأنه شفتوا يعني رحت على المشفى، إجت تشق علي ويعني قالت لي جاي أجيب لك الهدية تبعت 200,000، مالي خبر إنه تتجي الهدية على مشقة المشفى. فالحمد لله رب العالمين هيك عدت على خير الحمد لله. هون جايبت لي مثل ما شايفين هذا الطقم الزبادي، بيجي قطعة كبيرة وقطع صغار بنعمل فيه يعني بنحط فيه كل شيء. هون مثلا شيبس وبزورات وموالح، وبنحط فيه كمان شوربة مع الصحون هدول الصغار، وهدوليك الصغار اللي هيك ستاند هيك مع الصحون بنحط فيه كمان موالح. كتير حلو، الله يرزقها يا رب ويعوض عليها. ايه والله. وهون مثل ما شايفين يا جماعة استوت اليالنجي استوى، حطيت لهم اياه مثل ما شايفين، وهيك حبيت هيك افتح لكم وحده، طلع هيك قلبه مفلفل وكتير طيب. والحمد لله رب العالمين دائما وابدا. الله هيك يا رب يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. وهيك يا جماعه انا هون مثل ما شايفين اكلنا خلصنا، وساره هي جلت الصحون اللي طلعوا والصينيه هيك جلتها، يعني الله يعطيها العافيه. اغلب الايام عن جد بعد الاكل صاير دور ساره هي اللي بتجلي، إلا إذا كانت الأكلة يعني كتير هيك فيها طنيجر كتار وهيك، أنا الصراحة ما بخليها لأني المي كتير باردة عم تنزل. فاخطي يعني مشان ما تبرد، يعني تتروح بعدين هيك تنام. شفتوا جو الصبح هي وأختها، فمشان ما تبرد وتروح على الفرشة. فإذا هيك يعني عن جد الجلي كتير هيك مكوم لا ما بخليها. هلأ هون مثل ما شايفين عملت هيك القهوة ودخلنا هيك شربناها. وبهذا الفيديو فيه يعني شي غريب، فاللي لاحظ يكتب لي بالتعليقات. وبالنسبة للتعليقات اللي قلت لكم في كتير صبايا حذروا إيش بدي أعمل، فبفيديو اللي بدي أعمل فيه رح أحطها مشان ما تنخرب المفاجأة. وبس هيك لهون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بحبكم كتير كتير، لا تنسوا تصوتوا للمسلسل. بشوفكم فيديو جديد. سلامات صبايا.